المدربين. مفيش حد بيتكلم اكتر من بيشتغل ونجح ابدا. مفيش حد فاضي في التريقه وفي التنظير وتلاقي ربنا كرمه. النهارده يا عزيزي المستمع الاردن كل لعيب فيهم شايل 2 مصريين بيجروا بيهم. تخيل ان ده منتخب احتياطي، تخيل ان ده منتخب بيغير على بلده. ابدا من حسام حسن لما قال مش هلعب البطوله، بس انا عندي تحضيرات افريقيا. النهارده كل المنتخبات المشاركه تغير على بلدها وعايزه تكسب. مصلحه مين؟ هل المنتخب بالنسبه لكم ملهوش اهميه؟ هل التيشيرت ده ملهوش قيمه؟ اكتر من 85% من اللعيبه هم المصريين، ولا عندهم مهاره ولا عندهم اساسيات كره قدم. الاعلام هو اللي بيطبل وبينفخ. ما عندكش لعيب يبص الكره صح، باستثناء يعني مروان حمدي اللي هو شايفاه طلع عينه. مستوانا متدني لدرجه احنا بس محققين نقطتين، مسجلين هدف بالصفر. طيب يا كابتن حلمي خدتش ليه من الاهلي او الزمالك؟ يا جماعه احنا بنلعب كوره من ايام جدي الله يرحمه. محدش مستوعب ان في تطور في الكوره. الجمهور النهارده عمال يغني، عمال يقول 1 2 طعميه راحت فين. احنا يا شعب الاردن العظيم هنقول لك كرويا مبروك عليك، بس لو انت عايز تعرف الطعميه راحت فين افتح كتاب التاريخ وهو هيقول لك. تخيلوا كده يا جماعه، لا بتلعب في المنتخب دي النهارده بتاخد ملايين في النوادي بتاعتها. تخيل بقى انت وصل لمرحله عامله ازاي. لغايه المصايب اللي احنا فيها دي يعرفك انت بقيت فين. عايز تعرف؟ بص على المنتخبات اللي حواليك، شوف كل فرقه فيهم بتحارب ازاي عشان بلدها، واحنا اكتر ناس فرحين في الكلام. رايحين ب3 هجمات 3 اجوان، وانت رايح ب 200 فرصه ما جابش منهم ولا جون. سلام.